السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم في موضوع الشيف الشربيني. طبعا الشيف الشربيني عليه الأضواء اليومين دول بخصوص إن حصل فيه حادث تصادم مع عامل ديليفري، وعامل الديليفري توفى إلى رحمة الله. وهنقول لكم على ديانة الشيف الشربيني وعلى زوجاته، وهنقول لكم بعض التفاصيل المهمة عن الشيف الشربيني. فعندنا الشيف الشربيني كان متزوج. هو تزوج مرتين، وطلق زوجته الأولى اللي هي أم الشيف علاء اللي هو المشهور ابنه. وبيحرص اللي هو الشيف الشربيني على إبعاد دايما زوجته اللي هي التانية، اللي هي أم الولد اللي هو عمل الحادثة، حادثة اللي هو العامل الدليفري. هو مش علاء اللي عمل الحادثة، لكن ابنه ابن زوجته هو اللي عمل هذه الحادثة. فهو دايما الشيف الشربيني بيبعد زوجته التانية دي اللي هي أم الولد ده عن الأضواء، ونادر ما بتظهر زوجته معاه. وقال الشيف الشربيني كمان في أحد لقاءاته إن زوجته التانية بتحب الطبخ زيه وبتساعده في إعداد الطعام، والشيف الشربيني دايما بيظهر احترامه وتقديره ليها بدرجة كبيرة جدا. وعدد أولاد الشيف الشربيني عنده 3 أولاد من زوجته الأولى، عنده بنتين وولد، اللي هو الولد اللي هو علاء، الشيف علاء اللي هو المشهور، وعنده بنت اتخرجت من كلية الصيدلة، والبنت التانية اتخرجت من كلية الإعلام. وطبعا علاء شيف مشهور. وشيف شربيني طبعا خد جوائز كتيرة جدا بخصوص ان هو طباخ ماهر يعني، وهو اتعلم الطباخة من الطبخ يعني من جدته ووالدته، يعني ما اتعلمش فيه مثلا في أكاديميات أو مدارس أو كده، لكن واخدها عن طريق الخبرة، عن طريق والدته وجدته. وحصل على العديد من الجوائز بخصوص الموضوع ده سنة 2014 و2015 و2016، وبدأ يتشهر ويخش على التلفزيون والقنوات الفضائية، وكان ليه برنامج مشهور اسمه برنامج سفرة على قناة CBC. هو ده اللي شهره كتير يعني، ومشهور بأكلاته اللي هي الكويسة. والديانة، بخصوص الديانة بتاعته، يعني هو مسلم الديانة، واسمه بالكامل عبد السميع محمد علي الشربيني. عبد السميع محمد علي الشربيني، وشهرته الشيف الشربيني. دي كانت مع بعض المعلومات عن الشيف الشربيني. وهو طبعا يبلغ من العمر 67 سنة، وهو مواليد سنة 59. والسلام عليكم ورحمة الله.